تداول مجموعة من النشطاء داخل مجموعات على فيسبوك وأخرى عبر تطبيق واتساب صباح اليوم الأربعاء صوراً لأوراق مسربة لامتحان السنة الأولى بكالوريا الجهوي في اللغة الفرنسية والتربية الإسلامية وغيرها من المواد التي يمتحن فيها التلاميذ المغاربة في مختلف جهات المملكة. وبحسب ما نشر عبر هذه المجموعات منها المغلقة ومنها المفتوحة التي أصبحت نشطة بقوة بداية الأسبوع المنصرم، فقد تم تسريب امتحان اللغة الفرنسية لمختلف الشعب في كل من جهات الرباط، سلا، القنيطرة، وفاس، مكناس، والدار البيضاء، السطات، وجهات أخرى. وتعد هذه الظاهرة موسمية، إذ تعرف مجموعات التسريبات عبر فيسبوك، واتساب، تيليجرام انتعاشة قوية مع موعد امتحانات البكالوريا كل سنة. وقال مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي شدد على أن صور الامتحانات التي تم تداولها صباح اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي ليست تسريبات، بل محاولات للغش يتم ضبطها لاحقا. وقال أيضا أن محاولات الغش هذه معهودة ويتم تسجيلها كل سنة، حيث تقوم لجان اليقظة التابعة للوزارة بمراقبة متواصلة لهذه المجموعات الفيسبوكية وعبر تطبيق واتساب، موضحا أن ضبط هذه الحالات يتم عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل قاعات الامتحان، وكذلك من خلال عملية التصحيح من طرف الأساتذة. ويعتبر مسك الهاتف المحمول أثناء إجراء امتحانات البكالوريا ممنوعاً بموجب القرار الوزاري عدد 6053 بتاريخ 4 نوفمبر 2012. ولمواجهة هذه الظاهرة، أوضح المصدر المسؤول بالوزارة سالف الذكر أن التحسيس هو الحل، والتوعية هي الطريق لإبعاد التلاميذ الذين يمارسون محاولات الغش هذه، رافضاً تسميتها تسريبات لأنها لم تخرج إلى المجموعة قبل موعد انطلاق الامتحان، مورداً أن الامتحانات اليوم تسير في ظروف جيدة وأجواء المسؤولية بين التلاميذ والأساتذة. وأكد مؤخراً شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في البرلمان أن الوزارة جندت كل الأطراف المعنية من أجل محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات عن طريق عمليات التحسيس من خلال التنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية وتعبئة شركاء المنظومة والأسر.